السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة نادية صالح. نبدأ هذا الفيديو بالصلاة والسلام على سيدنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع، وهي نوع من أنواع المملحات يمكن تحضيرها في الدقائق الأخيرة قبل الإفطار، لا تتطلب وقت طويل. نبدأ على بركة الله بالمقادير. نحتاج إلى من 200 جرام إلى 250 جرام من صدر الدجاج، وحبة بصل كبيرة مقطعة إلى قطع صغيرة أو مكعبات، وجزرة كبيرة أو جزرتين صغيرتين. كما أحتاج إلى حبة بطاطس مقطعة إلى مكعبات. أما بالنسبة للتوابل أحتاج إلى زيت الزيتون، الملح، الشطة مكان الفلفل الأسود. كما أحتاج إلى قطعة صغيرة من الليمون الحامض أو القارص المصبر. كما أحتاج إلى الثوم المجفف، يمكن الاستغناء عنه، كما يمكن استعمال الثوم الطري. نبدأ على بركة الله بالطريقة. سأبدأ بالبطاطس، سأضعها تقلى في الزيت النباتية، وسأبدأ معكم في تحضير الوصفة. قد وضعت البصل في المقلاة مع الزيت النباتية حتى تذبل ويصبح لونها ذهبي شيئا ما. نواصل الخلط على هذا الشكل. في هذه الأثناء سأضيف قطع الدجاج، لقد قطعتها قطع صغيرة جدا. أضيف الليمون المصبر والثوم المجفف. يمكن تقطيع قطع الدجاج أصغر من هذا الحجم، ويمكن استعمال اللحم المفروم مكان قطع الدجاج، هو كذلك يعطي مذاق رائع. سأضيف الجزر على هذا الشكل. لقد بدأ الجزر يذبل. سأضيف الملح، ومكان الفلفل الأسود سأضيف الشطة أو الهريسة لمن يحب الحار. سأواصل الخلط حتى يذبل الجزر. لقد تبخر كل السائل، سأكتفي بهذا القدر. سأضعه جانبا وأتمم قلي البطاطس. سأضيف البطاطس على الخليط الأول وأواصل الخلط على هذا الشكل. أما بالنسبة للصلصة التي سنحتاجها، مكوناتها كالتالي: أحتاج إلى نصف كأس إلى كأس من الحليب حسب كمية الحشو، وعلبة من الياغورت الطبيعي، وملعقة كبيرة من النشا أو الدقيق، رشة من الإبزار، ورشة من الملح، وبيضة كاملة. كما أحتاج إلى رأس ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى. والطريقة كالتالي: بيضة والحليب، ملعقة من النشا أو الدقيق، وقليل من الملح، ورشة من الإبزار. كما أحتاج إلى القليل من الزعتر والقليل من الخميرة الكيماوية. وأمزج الخليط. يمكن الاستغناء على هذا الخليط باستعمال علبة جاهزة من صلصة البيشاميل. وأخيرا سأضيف تقريبا ملعقتين من الجبن الأحمر المبشور أو 3 الجبن. الصلصة أصبحت جاهزة، ونمر إلى المرحلة الموالية، وهي أننا سنحتاج إلى خبز تاكوس
سبق لي وأن حضرته معكم، سأضع لكم الرابط أسفل الفيديو. أما بالنسبة لهذا فقد قمت بشرائه، وأحتاج كذلك إلى هذا المول. يجب أن يكون هذا القطر أكبر من هذه الدائرة. سأضع الجهة البيضاء في الأسفل. سأحاول ملئها على هذا الشكل. يمكن استبدال قطع الدجاج باللحم المفروم، كما يمكن الاستغناء عن اللحوم. ثم أحاول ملئها. سأضيف القليل من الجبن المبشور. وسأدخلها إلى الفرن ونلتقي مع النتيجة النهائية. بعد ما تمسكت الصلصة أصبحت على هذا الشكل رائعة جاهزة. سأقوم بتزيينها بطماط سوريز على هذا الشكل، وقطع صغيرة من كورنيشو أو الخيار الصغير المخلل، وبقطع من الجبن، والتزيين يبقى دائما حسب الرغبة. وهي المملحات أصبحت جاهزة، مملحات رائعة بدون عجن ولا دلك، بخبز تورتيلا فقط، سهلة وبسيطة وراقية في الشكل ولذيذة في المذاق. لا تترددوا في تجربتها. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمي بالضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك مع الضغط على زر الجرس ليصلكم جديد فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو قادم بحول الله.